السلام عليكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مرحبا بكم في الهلال اليوم. أحدث أخبار الزعيم هنا. اشتركوا وفعلوا الجرس وخلونا ندعم الهلال مع بعض. يلا نبدأ. الهلال يواصل التألق الدفاعي ويحقق أطول سلسلة كلين شيت تحت قيادة إنزاجي. واصل الهلال تألقه الدفاعي مسجلا أطول سلسلة مباريات دون استقبال أهداف منذ تولي الإيطالي سيموني إنزاجي قيادة الفريق، حيث حافظ الفريق على شباكه نظيفة في 4 مباريات متتالية، مما يعكس التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي. وجاء آخر انتصارات الهلال بنتيجة 2-0 على الاتفاق مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالرياض ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي. المباراة أظهرت صلابة دفاعية عالية مع قدرة هجومية على استثمار الفرص بشكل فعال لتعزيز سلسلة النتائج الإيجابية للفريق. وبدأت سلسلة الحفاظ على الشباك نظيفة بالتعادل السلبي أمام الأهلي في الجولة 20 قبل الفوز الكبير 6-0 على الأخدود في الجولة 21، ثم استمر الأداء الدفاعي المميز خلال الجولة 7 من دوري أبطال آسيا للنخبة عندما تعادل الهلال سلبيا مع شباب الأهلي الإماراتي ضمن منافسات المجموعة الغربية. وتعد هذه السلسلة أطول فترة يحقق فيها الهلال الحفاظ على نظافة شباكه منذ قدوم إنزاج الصيف الماضي، ما يعكس تطور الأداء الدفاعي وانضباط اللاعبين تحت قيادته، ويؤكد أن الفريق أصبح قوة صعبة في الدفاع والهجوم على حد سواء. بنزيما يوجه رسالة شكر لجماهير الهلال بعد ظهوره الأخير مع الزعيم. وجه النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال رسالة دعم وشكر لجماهير الفريق عقب ظهوره الأخير مع الزعيم في منافسات دوري روشن السعودي. ونشر بنزيما صورة له من أرض الملعب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، وعلق عليها قائلا: شكرا لكم، واصلوا الدعم، في رسالة مباشرة للجماهير التي ساندته خلال المباريات. وكان بنزيما قد انضم إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الاتحاد ليبدأ صفحة جديدة مع الزعيم. وشارك الفرنسي حتى الآن في مباراتين، حيث ظهر لأول مرة أمام الأخدود ضمن الجولة 21 وسجل ثلاثية هاتريك وصنع هدفا، قبل أن يخوض مواجهة الاتفاق في الجولة 22 مساء الجمعة دون أن يسهم في التسجيل أو صناعة الأهداف. قرار عاجل من إنزاغي في الهلال بعد الفوز أمام الاتفاق في روشن. اتخذ سيميوني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال قراراً عاجلاً بعد الفوز أمام الاتفاق في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي أقيمت على أرضية ملعب المملكة أرينا. واتخذ سيميوني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال قراراً عاجلاً بالتدوير خلال مباراة الوحدة القادمة بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك عقب الفوز أمام الاتفاق بثنائية دون رد. ونجح الهلال في الفوز على حساب الاتفاق بثنائية دون رد سجلهم محمد كنو وسجل سالم الدوسري الهدف الثاني، ليواصل التربع على صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين خلال الموسم الحالي. ويستعد الهلال لملاقاة الوحدة ضمن مباريات الجولة القادمة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام على أرضية ملعب المملكة أرينا. عاجل: الاتحاد يضع محمد صلاح هدفا لضمه في الصيف بعد رحيل بنزيما. كشف تقرير عن وضع مسؤولو نادي الاتحاد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح هدفا رئيسيا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما لصفوف الهلال بالانتقالات الشتوية الماضية. وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية عبر تقرير لها اليوم أن مسؤولي اتحاد جدة يرغبون في أن يكون محمد صلاح على قائمة إعادة بناء الفريق بالانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية إنهاء التعاقد مع كريم بنزيما الذي رحل لصفوف الهلال. سامي الجابر ينتقد أسلوب إنزاجي رغم فوز الهلال على الاتفاق. شن سامي الجابر أسطورة الهلال السابق هجوما لاذعا على الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق رغم فوز الهلال على الاتفاق بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي. وفي تصريحات لبرنامج نادينا أكد الجابر أن الهلال حقق فوزا مهما في ظل المنافسة الشديدة مع النصر والأهلي، مشيرا إلى أن مدرب الاتفاق سعد الشهري صعب المهمة تكتيكيا خلال الشوط الأول. كما أثنى الجابر على تطور الهلال في تنفيذ الكرات الثابتة، معتبرا أن إنزاجي قام بعمل كبير في هذا الجانب عبر لاعبين مثل روبن نيفيز ومالكوم، لكنه شدد على أن الفريق لا يزال يفتقد عنصر المتعة ويعاني من نقص التنوع الهجومي مقارنة بالأهلي. وحذر الجابر من أن غياب هذا التنوع قد يضع الهلال في موقف صعب مستقبلا أمام الفرق القوية القادرة على قراءة أسلوبه، مشيرا إلى أن الاتفاق نجح في الوصول لمرمى الهلال أكثر من مرة وامتلك فرصا واضحة، ما يعكس ضعف الأداء الهجومي للفريق رغم الفوز. تحرك من داروين نونيز للرحيل عن الهلال، ماذا فعل؟ شهدت الساعات القليلة الماضية تحركا من جانب الأوروغواياني داروين نونيز للرحيل عن صفوف الزعيم خلال نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد رفع اسمه من القائمة المحلية وتسجيله في الآسيوية فقط. ووفقا لما ذكرته مصادر مقربة من الأوروغواياني داروين نونيز في تصريحات للميدان الرياضي، أن داروين نونيز لاعب نادي الهلال يدرس الرحيل عن النادي والانتقال إلى أحد أندية الدوري الأمريكي أو البرازيلي خلال الفترة الحالية، بعد رفع اسمه من القائمة المحلية خلال الفترة الماضية بصورة رسمية. وسيطرت حالة من الاستياء خلال الفترة الأخيرة على داروين نونيز بعد رفع اسمه من القائمة المحلية وتسجيل كريم بنزيما بدلا منه في القائمة خلال الفترة الأخيرة. صفقة مدوية في الأفق، الهلال السعودي يفاوض ليفاندوفسكي تحسبا لرحيل نونيز وليوناردو. في تطور مثير يعكس طموحات نادي الهلال السعودي في تعزيز صفوفه الهجومية، كشفت مصادر مطلعة داخل النادي عن بدء مفاوضات رسمية مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني كخطة احتياطية لتعويض الرحيل المحتمل للثنائي داروين نونيز وماركوس ليوناردو في نهاية الموسم الحالي. ووفقا للمعلومات المتوفرة يأتي اهتمام الهلال بليفاندوفسكي 35 عاما كرد فعل على الشائعات المتزايدة حول رغبة نونيز المهاجم الأوروغواياني الذي انضم إلى النادي مؤخرا في العودة إلى أوروبا بعد تجربة قصيرة في الدوري السعودي للمحترفين. كما أن ماركوس ليوناردو البرازيلي الشاب الذي يعتبر من أبرز المواهب في خط الهجوم يجذب اهتماما من أندية أوروبية كبرى مثل أتلتيكو مدريد، مما يثير مخاوف من فقدان الهلال لعناصره الهجومية الرئيسية. ليفاندوفسكي الذي يعد أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم سجل أكثر من 600 هدف في مسيرته المهنية، ومع اقتراب عقده مع برشلونة من نهايته يبدو أن العرض السعودي المغري الذي يشاع أنه يصل إلى 100 مليون يورو لمدة موسمين قد يكون خيارا جذابا للنجم البولندي الذي يسعى لتحد جديد في مسيرته. من جانبه أكد مصدر مقرب من إدارة الهلال أن النادي يعمل على بناء فريق قادر على المنافسة على كل الألقاب المحلية والقارية، وإضافة لاعب بحجم ليفاندوفسكي سيكون خطوة استراتيجية لتعزيز الخط الأمامي. ومع ذلك لم يتم التأكيد رسميا على أي اتفاق نهائي حتى الآن، حيث تستمر المفاوضات في سرية تامة. يأتي هذا التحرك في سياق حملة تعزيزات كبيرة يقودها الهلال الذي يتصدر حاليا جدول الدوري السعودي وسط منافسة شرسة مع النصر والأهلي. وإذا نجحت الصفقة فإنها ستكون أحدى أكبر الصفقات في تاريخ الدوري السعودي، مما يعزز من جاذبيته العالمية.
بهذا نصل إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم تغطية شاملة لكل ما يخص الهلال. وقبل أن نودعكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.